من هنا من داخل مدينة طنطا بيشرفنا بنورنا الدكتور جمال محمد علي، رمز من رموز الرياضة المصرية وفي التدريب المصري، وأنا بنرحب بحضرتك هنا في مدينة طنطا من داخل كلية التربية ورياضة طنطا. اولا بشكر حضرتك، يعني بشكر كافه المسؤولين عن فرع الغربيه لكره القدم كابتن مجدي وكل المسؤولين، وبشكر حضرتك وبشكر الاعلام الغربيه على اهتمامه برخص التدريب في الغربيه. انطلاق الدورة دي عاوزين نفهم يعني عاوزين نوضح للناس كلها أهمية الدورة وإيه اللي بيدرس فيها وليه مهمة وأصبح وإيه قرارات الكاف والفيفا. تمام. يمكن طبعا موضوع الرخص التدريبيه اللي هي الدوره دي وسي وبي واي وبالبرو، دي قرارات تمت من خلال الاتحاد الدولي لكره القدم الفيفا، انه لازم كل الاتحادات القاريه تنظم رخص تدريب للمدربين وتاهل المدربين للعمل مع اللاعبين من سن 6 سنوات لغايه ما اللاعب يعتزل كره القدم. وحط الاتحاد الدولي مناهج لكل مرحله من المراحل او كل رخصه من الرخص، وساب للاتحادات القاريه كمان والاتحادات الاهليه انه ممكن يزودوا عدد الساعات ويعدلوا في الموضوعات اللي حاططها الاتحاد الدولي او الاتحاد القاري بما يتناسب مع امكانيات وقدرات كل دوله من الدول المختلفه. احنا في مصر يعني الاداره الفنيه بتاعت كابتن فتحي، كابتن طبعا قياده الاتحاد بدايه الكابتن هنا بريده والكابتن علاء نبيل المدير الفني، وجودي كمدير اداره المدربين بالاستعانه بكم كبير من المحاضرين هم اساتذه في كليات التربيه الرياضيه او خبراء من اللي لهم باع في مجال التدريب والقدرات على المحاضرات بالنسبه للمدربين. حطينا المحتويات العلميه الخاصه بكل رخص التدريب وعرضت على الاتحاد الافريقي، وتم اعتمادها بعد مراجعه باللغه الانجليزيه واللغه العربيه من عدد من الخبراء اللي هم معتمدين في الاتحاد الافريقي. وبالتالي اصبحت الرخص التدريبيه دي شرط من الشروط الاساسيه لاي مدرب عشان يشتغل في مجال التدريب. واتحددت كمان اللي ياخد الرخصه دي يشتغل من سن 6 ل 12 سنه، اللي دي تعليم كره القدم. يعني الدوره اللي احنا فيها دي مش تدريب كره قدم، الدوره دي تعليم كره القدم، ازاي نعلم الطفل الصغير البراعم الصغيرين الجري بالكره، المراوغه، التصويب، رميه التماس، التمرير والاستلام. الحاجات دي كلها تعليم ازاي نعلمها، ودي احنا كنا فاقدينها لفتره طويله جدا للناس اللي كانت تشتغل مع الصغيرين، كانوا بيشتغلوا تدريب كره قدم، وده مش مظبوط. عشان كده الدوره دي محتواها العلمي فيها علم نفس النمو بشكل كبير جدا وخصائص النمو للمراحل السنيه المختلفه، وكل مرحله من المراحل ايه اللي المفروض ياخدوا بدنيا ومهاريا وخططيا وذهنيا ونفسيا. كمان بياخدوا حاجات مرتبطه بالتربيه الحركيه والمهارات الحركيه الاساسيه، بالاضافه الى سيكولوجيه التعامل مع الاطفال من الناحيه النفسيه، وبياخدوا كمان التغذيه بالنسبه للاطفال والتشريح الفسيولوجي، الاصابات والاسعافات الاوليه بالنسبه للمراحل السنيه دي كلها دي المحتوى العلمي المرتبط بالرخصه دي. طيب الرخصه سي اللي بياخدها يبدا يشتغل مع سن من فوق 12 سنه لغايه 16 سنه، وبعدين الرخصه بي فوق 16 سنه مع الدرجه الثالثه والدرجه الثانيه. الرخصه بي مع اللي هو طبعا الدرجه الثانيه والمحترفين بي والحاجات دي كلها. الايه المفروض يشتغل مع الدوري الممتاز، بالاضافه للبرو اللي احنا قدمنا عليها بالفعل الاتحاد الافريقي وفي انتظار موافقه الاتحاد الافريقي لكره القدم. الدوره دي اللي احنا بصددها مشترك فيها 60 مدرب، مجموعتين، مجموعه 87 ومجموعه 88، كل مجموعه 30 مدرب. تم النهارده عمل اختبارات بدنيه في الملعب، وتم استبعاد اللي هم مصابين مش هيقدروا يشتغلوا الشغل العملي او ما عندهمش المهارات اللازمه، وتم عمل مقابله شخصيه وتم استبعاد بعض الناس، وكان دايما في ناس احتياطي. الاحتياطي دخلناهم مكان الناس اللي تم استبعادهم. عدد ساعات الدوره 72 ساعه لمده 10 ايام، يوم المقابله الشخصيه وبعد كده عندنا 9 ايام هيشتغلوا فيهم المحاضرات طوال الفتره اللي جايه. عايز اقول لحضرتك ان احنا سمعت بالحضرتك ان زودتوا عدد الساعات في التدريب زياده عدد الساعات للارتقاء بمستوى المدرب. المدرب. هو طبعا احنا زودنا ليه عدد الساعات؟ الاتحاد الافريقي حدد مثلا 60 ساعه الحد الادنى للدقيقه، احنا خليها 72 ساعه. 72 ساعه معناها في 12 ساعه زياده، معناها في 6 موضوعات زياده عن اي دوله من الدول الاسيويه او الدول الافريقيه. السي في 40 ساعه زياده من 120 ل 160، فزياده 40 ساعه يعني معناها زياده 20 موضوع، وفي السي بالذات عشان ده هيشتغل مع المراحل السنيه الاساسيه في كره القدم. طيب بعد كده
في البي من 180 عملناها 193 ساعه، في الاي بدل 240 عملناها 280 ساعه، عشان لما نروح نعمل معادله للشهادات بتاعتنا مع الشهادات الاسيويه تكون عدد الساعات والموضوعات اللي عندنا اعلى من اللي هناك. ده اللي حضرتك اكدت عليه بضروره الالتزام والحضور. بص حضرتك، لا انفصال موضوع الالتزام والحضور، عشان المدرب يستفيد لازم يحضر ويحضر بنسبه 100%. طب لو عنده ظرف، عنده ماتشات، عنده ظروف خاصه، يستعيد عدد الساعات دي في دوره ثانيه، لكن لازم في الاخر يديني نسبه 100% من حضور عدد ساعات الدوره. اهميه وجود البصمه هنا يعني ما هي عشان وجود البصمه آه. عشان ما يبقاش في تدخل ذاتي، ما يبقاش تدخل ذاتي، ما يبقاش في مجاملات من اي شخص. قد يكون بيوضح شفافيه الحضور والانصراف للاتحاد الدولي او الفيفا. وبيوضح بس احنا بنفرغ جهاز البصمه، وفي نفس الوقت بنشوف غاب كام ساعه ونخليه يكمله. طيب في نفس الوقت في غياب وحضور ورقي كمان، ما هو ممكن يجي يمضي الصبح وبعدين يرجع لي اخر النهار. لو اكتشفنا حاله زي كده بيتم استبعاده تماما من رخص التدريب. عشان كده بيتم برضه غياب وحضور في كل محاضره، في كل محاضره، مش بس صباح ومساء، لا كمان في كل محاضره. وكل ده يعني لو المدرب ما تعودش على الالتزام مش هيبقى مدرب ناجح. شكرا لحضرتك يا دكتور جمال، شكراً. وسعداء شكراً. باللقاء دوت، ومجهود كبير من حضرتك بتقدمه للرياضه المصريه. شكرا.